مع الوزير، ما دام الأمر كما تقولون أن أمن المغرب من أمن الجزائر، لماذا إذن السلطات الجزائر تصر على عدم فتح الحدود والتي أغلقت وأنتم كنتم إطارا ساميا في وزارة الخارجية؟ أتصور كنتم مكلفا بالشؤون، كنتم وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون المغربية الأفريقية، وصحح لي هذه المعلومة. أنا اللي كتبت المذكرة للرئيس زروال بغلق الحدود، أنا شخصيا طلب مني رأيي لأن وزير الخارجية كان غائب آنذاك، طلب مني. إذن لماذا؟ لأن في ذلك الوقت كانت هناك ملفات أمنية ضخمة، على رأسها الملف الأمني. نعم. تدفق الأسلحة. نعم. وعبور الإرهابيين من أوروبا عبر التراب المغاربي. كانت عندنا مآخذ على المغرب من الجانب الأمني، لكن بالرغم من كل هذا لم نبادر بغلق الحدود. غلق الحدود جاء كرد فعل على ما قامت به السلطات المغاربية، فرض التأشيرة بعد تفجير، فرض التأشيرة وأخذ الممتلكات العشرات. أنا كنت كاتب دولة، جاتني العشرات من الجزائريين اللي سلبت هذه في 94. نعم. سلبت منهم مرتزق أملاكهم نعم. أرزاقهم في المغرب، والملفات لا تزال عالقة حتى الآن. هل ترون الآن الأمر لابد أن تبقى الحدود مغلقة الآن؟ لا، شوف، أنا نقول لك شيء. نعم. لا قضية الصحراء الغربية ولا قضية الحدود هي مرشحة لتبقى إلى الأبد. المطلوب هو الجهد. نتكلم عن المرحلة اللي عشتها. نعم. اللي يضر بمصلحة المغرب العربي وبمصلحة الجزائر هو عدم أخذ زمام المبادرة. الجزائر كانت دائما، يعني الجزائر اللي عرفتها أنا على الأقل في نهاية السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، لما تواجهها مشاكل مثل هذه تأخذ زمام المبادرة وتنشط وتحاول وتعيد الكر حتى تصل إلى الحل. سيد عطار، بصورة مباشرة، هل دواعي غلق الحدود بين الجزائر والمغرب ما زالت قائمة الآن؟ دواعي غلق الحدود نعم. ما زالت قائمة. نعم. يعني أنت مع بقاء الحدود مغلقة الآن؟ أنا يعني ما تبسطش السؤال. أنا مع الحدود مغلقة، لكن مصحوبة بمبادرات حثيثة نشطة من أجل حل القضايا العالمية، حل القضايا التي أدت بنا إلى غلق الحدود. نعم. نقول لك والله هذه نعم. باش يعرفها الشعب الجزائري. تفضل. قضية الصحراء الغربية ظهرت في 75. نعم. بومدين جعل منها أولوية للسياسة الخارجية الجزائرية، لقاءات سرية باش يصيب حل. وفاته المنية قبل من يبلغ الهدف الذي رسمه لنفسه، الله يرحمه. الشاذلي بن جديد جاء من بعده. أنا كنت مدير الإدارة السياسية في الخارجية. جعل من حل قضية الصحراء الغربية انشغاله، شغله الشاغل، وتقدم مبادرتين وتوصل إلى إقناع ملك المغرب بالتفاوض مباشرة مع الصحراويين، اللي حبيت نقوله أنه جعل منها أولوية للسياسة الخارجية. زروال، الرئيس زروال، ربي يذكره بالخير ويطول في عمره، لما تقلدت مهامي ككاتب دولة، أول استقبال لي أمرني بفتح ملف الصحراء الغربية وتقديم التوصيات، وضعوا أولوية. اليوم الذي لا يرتاح له جزائري أو مغاربي هو كون كل الجهود مجمدة.